يا رجاله كل الكلام ده وانا لسه بوريكم اصلا خط الهجوم بتاعي بس، امال لو شفتوا خط النص هتعملوا معايا ايه؟ ده انا جايب لكم اختيارات غريبه جدا. طبعا انا هبتدي باللي مش غريب الاول وبعدين اخش لكم في الغريب. يعني عندك مثلا انا جبت اعلى اتنين في خط النص جابوا نقط الموسم اللي فات، وهو محمد صلاح ومبويمو لعيب مانشستر يونايتد الحالي. وبعديها قلت اخش على مانشستر سيتي واجيب ريان شاركي منهم، هو دماغه تعبانه بس مهاري وبيعمل اسيستات كتير وحلو. بس اغرب اختيار انا اخترته باين واعتقد ان انا مش مقتنع بيه قوي، وهو كلويفرت لعيب بورنموث. وانا عارف ان كلويفرت بيجيب اجوان كتيره وكل حاجه، بس انا جايبه عشان خاطر مثلا لو جاله ضربه جزاء يشوطها ولا اي حاجه والحوارات دي كلها، فربنا يستر اقسم بالله. والاختيار الاغرب بقى بجد ولعيب يعني تقريبا مش موجود مع حد نهائي، بس انا هحكي لكم قصته يعني وانا بتفرج على الجولات التحضيريه ونتائجها والارقام بتاعت اللعيبه ومين جاب اجوان ومين اللي عمل ايه. ولو انت اتفرجت على الفيديو اللي فات هتعرف ان انا اتكلمت على لعيب اسمه يانكوبو ماينتيه. ده لعيب بيلعب في برايتون كنص ملعب المفروض، او هو كوينج في العموم يعني، وموجود في اللعبه كنص ملعب. واللعيب ده في ماتش من ماتشات الجولات التحضيريه لعب كمهاجم وسجل جولين وسعره 6 مليون بس. فانا قررت كده ان انا اخش عليه كده اقول له تعالى يا باشا، حطيته في التشكيله معايا. بس بصراحه انا مش هكدب عليكم، يعني اذا كان في خط الهجوم او في خط النص ده مش النهايه بتاعت تشكيلتي، لان انا منفتح ان انا اغير لعيبه بناء على الجولات التحضيريه ولو في حد اتصاب ولا الكلام ده كله، لان احنا لسه قدامنا شويه على الموسم يبتدي. فقول لي رايك وقول لي لو انت عندك اقتراح للعيبه ثانيه افضل مع لعيبه خط الهجوم لو انت اتفرجت على الفيديو اللي فات. واستنوا عشان خاطر تتفرجوا على خط الدفاع برده وحراسه المرمى، واعمل لايك وسبسكرايب عشان نتقابل تاني. انا احمد سينا من خدها.